السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده هوريكم كده شويه اكسسوارات عندي، وهبتدي ان انا ارتبها معاكم عشان بس ما اطولش عليكم ونبدا الفيديو على طول. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، كمان حطوا لي لايك عشان تشجعوني اعمل فيديوهات تانية كتير. ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب اول حاجه يا بنات، في عندي هبتدي كده معاكم بالاكسسوارات الجولد. هو ده شكلها، بسم الله اهي يا بنات. عندي ده شكلها كده، هي سلسلة ناعمة قوي قوي. بصوا زي خط كده. عايزه اقولكم ان دي بتبقى شيك جدا في اللبس، لو هتلبسي حاجه اسود، حاجه احمر، عايزه حاجه بسيطه بس تكون قيمه وشيك، فدي حلوه جدا. انا بصراحه لفيت عليها كتير جدا، كانت عجباني قوي. الحمد لله لقيتها كده وجبتها. هو ده شكلها. انا كنت انا شايله السعر، بس هو حلو جدا من المحل ده. ده كان كده شكلها، ودي اول حاجه. كمان يا بنات جبت دي كده مجموعه سلاسل. هو كده شكلها، هي عباره عن اول سلسله دي، بسم الله زي كده الدبوس كده، ده شكلها. وفي كمان دي اللي هي السلسله القفل، طبعا طالعه موضه جدا وترند وكلكم عارفينها. واخر حاجه اللي هي الزهر ده، شكلهم حلو جدا. عايزه اقول لكم ان كل واحده ممكن تتلبس عادي جدا لوحدها، وممكن تلبسي التلاتة كده مع بعض. فانا حبيتهم جدا، وهيبقوا عمليين جدا بالنسبه لي، وشكلهم حلو قوي. سواء هلبسهم التلاتة مثلا على حاجه ساده حابه انطقها او كده، او لو انا حابه سلسله معينه زي السلسله القفل دي البسها لوحدها، او الزهر او كده، فبجد هيبقوا عمليين قوي. وحاولي كده دايما يكون عندك حاجات تقدري تجيبيها بسعر كويس، وفي نفس الوقت تديكي مجموعة افكار كده مختلفة تقدري تنوعي بينها. كمان يا بنات جبت دول، بسم الله اهم. دول كده مجموعة سلاسل، قصدي انسيالات كده مع بعض، حلوين جدا. ممكن تلبسيهم كلهم مع بعض، وحلوة قوي. العين دي ممكن تلبسيها لوحدها او تلبسي كل انسيال لوحده. عايزه اقول لكم ان هما شبه قوي مجموعه خلاخيل شفتها، فانا جبت الانسيالات علشان احب ان انا البس انسيال هلبسها، او لو حبيت اخد مثلا واحد كده والبسه خلخال. بجد هتقدري انك انتي تنوعي بينهم. حاولي تجيبي الحاجات المجموعه دي، هاتي مجموعه واحده بس حتى، وهتبقى كفايه جدا بالنسبه لك. فبجد حلوين جدا وعجبوني. انا للاسف مش فاكره الاسعار، وكمان الاسعار متشاله. وكمان جبت السلسله القمر دي. بصوا ده شكلها، هي سلسله دبوس كده كبيره اهي. عايزه اقول لكم ان دي بتبقى شيك جدا في اللبس، وناس كتير قوي بتسال عليها، وناس كتير قوي بتلبسها الفتره دي. فهي عجبتني بصراحه. انا شفت واحده لابساها ودورت عليها وجبتها، شكلها حلو جدا. هو ده شكلها، بجد تحفه قوي يا بنات. وكمان جبت عايزه اقول لكم يا بنات ان كمان كان في عروض في المحلات، في محل كده انا مش فاكره بصراحه اذا كان نيكست ده او ده، انك انتي بتاخدي قطعتين والتالتة هديه. فدي حاجه حلوه جدا لو انتي بقى عروسه وكده. وخدت دي بسيطه قوي كده وسيمبل وهاديه جدا، تحفه قوي. فيها كده سمايل نجمة، وفيها السلسلة دي. عايزة اقول لكم ان الحاجات دي على لبس معين بتبقى حلوة جدا مميزة، ولما بنشوف ناس كده لابساها بنستغرب هي الحاجات دي منين او فين. بتبقى حاجات مميزة زي كده يا بنات، وبس بيفكروا ان هم يلبسوا كل حاجة لوحدها مع تطقيمة اللبس الشيك كده مع بعض بتظبط وتبقى حلوة جدا. وبنفضل ندور عليها على اساس ان هي بتتباع لوحدها، بس بجد بتبقى حاجات زي كده مميزة تقدري ان انتي تجيبيها كده وتغيري بقى وتنوعي فيها. ده برضو. وكمان القمر دي، لو تفتكروا انا كنت جايبة منها اكتر من واحدة، كان برضو عليها عرض. هو ده شكلها، اللي هي الكفة دي. الحاجات دي بتبقى تحفة جدا وشيك كده مع لبس معين. اوريها لكم كده،
كانت كفة وكان في 2 كمان عيون، بس انا لبست العين والتانية اديتها لواحدة صاحبتي، ودي الكفة، فانا حبيت احتفظ بيها. هو ده شكلها. دي برضو كده احطها كده. وكمان يا بنات بسم الله اوريكم بقى الاكسسوارات دي. بصوا بقى يا بنات، دي اكسسوارات جولد، دي بقى بلاتين. الحاجات دي لونها مش بيغير ولونها حلو جدا بس صيني، لكن دي بلاتين تحفة تحفة بصراحة، غالية قوي. انا فاكرة الاسعار دي كان سعره 200 وحاجة، 300 باين او 250. هو ده شكله على فكرة. كان وقتها كمان لسه نازل جديد وكده، وما كانش فيه ناس كتير قوي لبسته. فعايزه اقول لكم ان هو دلوقتي بقى اغلى كمان. اهو يا بنات، حتى هو تقيل، يعني الحلقات دي تقيله كده، وهو شيك جدا. هو ده شكله. هو عباره عن انسيال كده، وبتبقى نازله منه الحلقات القمر دي. هو ده كده شكله يا بنات، وشكله تحفه جدا. هشيله كده. دول بصراحه انا مجبتهمش من المحل، انا كنت جايباهم طالباهم كده اونلاين من جروب كده. ان شاء الله اول ما الاقي الجروب هبعته على طول، هنزله لكم في الفيديوهات او هنزله في المنتدى برضو. استنوا بقى. طيب هشيله وارجع لكم. اهو يا بنات. وكمان السلسلة القمر دي برضو بلاتينيوم. هو ده شكلها. هي عبارة عن الحلقتين دول، حلقة ذهبي وحلقة فيها حاجات اسود، والكوين ده شكله اهو. فبرضو جبتها انا، بس بصراحة مش فاكرة الاسعار لان الحاجات دي برضو من فترة. وكمان القمر دي جبتها كده، اللي هي بيقولوا عليها برق، سلسلة كده برق وفيها الخرزة الزرقاء دي، شكلها حلو جدا وتحفة. برضو جبتها، بس دي انا برضو بصراحة مش فاكرة السعر بتاعها. دول اشكالهم. ودي كمان يا بنات، بس دي كانت بصراحة جايلي هدية في عيد ميلادي، بس من شخصية كده، وشخصيات غالية عليا، فانا جبتها ويعني محتفظة بيها برضو، ما لبستهاش خالص. هو ده شكلها حلو جدا وقيمة كده. عارفين ده على حاجة اسود بتبقى تحفة وشيك جدا. وعايزة اقولكم ان هو تقيل وصناعته كده تحفة، يعني مختلف جدا وقيم قوي. هو ده شكله، وكوليه كده بس تحفة وعجبني جدا. طيب يا بنات، انا هجيب بوكس كده. هو ده شكله. وبرضو كان جالي فيه هدية، هحط فيه الاكسسوارات الجولد دي. هبدأ كده بسم الله، اشيلهم بس كده كويس علشان احافظ عليهم وما يحصل لهمش اي حاجة. احطهم كده بالشكل ده، احطهم كده مثلا، او هنيمهم عادي. اعملهم كده كده اهو. وهبتدي ده مثلا انا قلقانه كده، هحطه هنا علشان يعني ابقى مطمنه ان هو رقيق جدا وممكن يقع او يتقطع. فانا هحطه كده هنا، وهحطه عادي، ممكن احطه واقف كده عشان بس ما ياخدش مساحه. وهبتدي احط بقى الحاجات دي بسم الله كده اهو. ممكن احطهم هنا بسم الله. اهو يا بنات، هحطهم كده هنا. وهحط كمان دول بالشكل ده برضو كده اهو. هنا البوكس فيه مساحة، فانا ممكن احط برضو معاه حاجات تانية.
احنا ممكن نحط معاه الاكسسوار ده. بصوا يا بنات هو ده شكله كده اهو، هو سيلفر كده. بصوا ده شكله هو قوي جدا وتقيل قوي. بصوا تحفة جدا ومميز كده، وفيه دلاديل كتير واشكال كتير ومختلف، فعادي انا برضو ممكن احطه معاهم. هو من بيوتي هوت، ده محل معروف جدا في الجمهورية عندي، فهشيله هنا. وعندي برضو سلسلة كده قمر هنا، هو ده شكلها فيها جوهرة كده، هحطها هنا. وفي سلسلة كده كوري، هو ده شكلها، لونها اسود كده وهي كلها اسود وطويلة، شكلها حلو جدا وقيمة. برضو بما ان في مكان فانا هستغل بصراحة الفرصة معاكم اهو يا بنات. دي سعرها 65 جنيه، لقيت عليها السعر يعني، فهبتدي برضو احطهم كده. حاولي برضو ما تحطيش حاجات كتير قوي مع بعض في نفس المكان علشان ما يحصل لهمش حاجة لا قدر الله ويتكسروا او كده. وممكن احط دول برضو. انا اتبسطت جدا لان انا ملاحظة ان هو مش واخد مكان كبير قوي. هوريهولكوا بقى. بصوا يا بنات العقد ده عقد كده سوستة، ده شكله هو مختلف كده وفيه كور وحاجات. هو ده شكله حلو جدا وليه لبس كده معين وطريقة معينة بتبقى حلوة جدا وشيك. هبقى ان شاء الله اوريها لكم في فيديوهات كده وافكار لللبس. وفي القمر ده طقم كده بس عسول جدا. بصوا هو رقيق قوي وهو احلى بكتير على الطبيعة، هو سن على موف مش بينك قوي كده. وفي الحلق البسيط قوي. القمر ده من من مايكل كورس اهو يا بنات، شكله حلو جدا ورقيق قوي. بس انا مش عارفة بصراحة اظهره لكم قوي كده في التصوير. وده شكله حلو جدا. هحطهم برضو اهو يا بنات، احطهم هنا. وممكن كمان احط ده. بصوا بقى هو ده عقد كده بسيط جدا. حاول كده بس ان انا اقابل لكم فكرته. بصوا يا بنات الدرجة بتاعته دي بيبي بلو، تحفة قوي. وهو عقد كده فيه وردة. عايزة اقول لكم بصوا الوردة مجسمة ازاي، يعني ده هاند ميد بطريقة يعني بجد شطارة ما شفتش زيها. انا جايباها علشان جاكيت كده عندي معين هيبقى عليه تحفة. فهو ده شكله، هشيله برضو. بخاف عليه جدا بصراحة لانه بحس انه حاجة كده قيمة وهاند ميد كده وتحفة، فبرضو هشيله معاهم. حلو كده بس افرده كويس. وانا بصراحة مش هحطه من فوق كده، هحطه هنا علشان بس ابقى مطمنة شوية. واخر حاجة هحطها هو ده، لان هو مساحته كبيرة هحتاج بس ان انا ادخله بطريقة كده معينة. ممكن نتني الورقة واتصرف يعني بس كده علشان اعرف اقفل البوكس. وبس كده يا بنات، انا مش هحط عليه حاجة تاني بصراحة لان هو تقل، وعلشان كفاية قوي وعشان حاجة ما تتكسرش. وهو كده مناسب جدا بالنسبة لي. هبتدي بقى ان انا اقفل البوكس بالشكل ده كده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كده الفيديو خلص يا بنات، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. هتوحشوني جدا وباي باي.